ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. طيب كده يا اصدقائي، رجعت لكم فيديو جديد عن طريقه عمل ارقام وهميه من جميع الدول. زي ما انت شايف كده يا صديقي، كده اول ما تضغط على اللينك اللي هسيبه لك في اسفل الفيديو هيحولك كده على الموقع زي اللي انت شايفه ده. حرفيا كده يا صديقي، كده الثغره هيرجع لك بثغره كده، حرفيا كده تعرف تعمل رقم واثنين وثلاثه بكل سهوله بكل بساطه. وطبعا يا صديقي كده طريقه طبعا بدون في بي ان وبدون اي حاجه، حرفيا طريقه سهله وبسيطه. بس على كده طبعا الشرح الاول للاخر لو انت اول مره تتفرج عليا. اول كده سبسكرايب كده في القناه، عايزين نوصل 9 كي اخو وقت طبعا، فهديه اقسم بالله نازله طرش. وطبعا اللايك والكومنت بتاعك كده عشان الفيديو ينتشر في اسرع وقت وغيرك يستفيد. يلا بينا كده على الشرح على طول عشان ما نطولش عليك. اول حاجه يا صديقي كده هسيب لك لينك الموقع اللي انت شايفه ده طبعا في قناه اليوتيوب اسفل الفيديو. تمام، زي ما انت شايف طبعا تعرف تعمل هنا عندك رقم اللي هو هولندا، زي ما انت شايف رقم فنلندا، زي ما انت شايف عندك رقم ايه رمز الدوله واحد اللي هو امريكا، والكلام اللي انت شايفه ده. تمام، طبعا دي كل الدول تعرف تعمل ارقام منها. تمام، في ناس دلوقتي هتقول لي طب يا صديقي انا جربت كل الطرق بس بيجي لي رساله اللي هي بعد ساعة. طب حلها ايه؟ حلها بسيط يا صديقي، كده هسيب لك طبعا كود فك تخمين عن اي نمبر. لو انت حابب مثلا، لو انت رقمك المصري مش تبعت كود مثلا ومش بيوصل الكود اصلا اللي هو كود التفعيل بتاع الواتساب وكده، اعرفك يا صديقي دلوقتي تعرف تفك عنه التخمين بكل سهولة وبكل بساطة. تعالى كده اوريك يا صديقي كده شكل الكود اللي انت هتفك بيه اي نمبر واي تخمين. ده بس كده زي ما انت شايف كده، طبعا ده الكود فك تخمين اللي انا هسيبه لك طبعا في قناه تليجرام. تمام، اول حاجه يا صديقي زي ما انت شايف طبعا انا كاتب لك كل حاجه بالعربي وبالتفاصيل اهو بكل سهوله. تمام، يعني انت عندك هنا هو بيقول لك الجيميلات يا قلب المزعج. تمام، تاخد طبعا عندك الجيميلات دي تحطها طبعا عندك في الجيميل بتاعك هتبعت للشركه. تمام، طبعا لازم تكون جيميل متوثق. يعني ايه متوثق؟ كم مره انا بطلع بقول لك الكلمه دي، يعني جيميل يا صديقي كده يكون مفعل برقم عندك. تمام، عشان يعرف شخص كده زيك يعرف يرد عليك. تمام، ويفك لك النمبر عادي بكل سهوله. تمام، غير كده يا صديقي لو تعمل جيميل طبعا بدون رقم اصلا هتعرف الروبوت هيرد عليك عشوائي ومش هيفك لك النمبر. تمام، طبعا يا صديقي زي ما انت شايف طبعا عندك هنا طبعا دي الجيميلات اللي انت تحطها، وطبعا عندك هنا الموضوع يا حبي، طبعا عندك هنا الكود يا ابن قلبي. تمام، حاجه كده بسيطه اقسم بالله. تمام، وزي ما انت شايف طبعا هتحط اي نمبر كده اهو هو اصلا محظور تخمين او هو مش بيوصل له الكود والكلام ده، هتشيل هنا عندك هنا اهو. لو انت مصر هتحط رمز الدوله 20 او اي دوله عامه. تمام، طبعا شرح بسيط ويعني مش محتاج هو يعني تشغيل دماغ ولا حاجه، بس اقسم بالله محتاج الموضوع بس محتاج صبر مش اكتر. تمام، افضل لك من انت مثلا تخش لحد تقول له انا عاوز رقم فيك يقول لك بكارت فكه، او مثلا بيقول لك ب 30 جنيه. وتاني حاجه يا صديقي بيقول لك ان النمبر مش بيطير ضد الحظر مش عارف ايه والكلام ده. اقسم بالله ده بيهر عليك بس مش اكتر. تمام، ما تتبعش اي حد يقول لك مفيش ارقام بتطير. تمام، كل حاجه بتطير وكل حاجه لها ميعادها بس مش اكتر، واكترها الارقام الوهميه. يعني انت مثلا تروح تجيب رقم كده وهمي عادي، لو انت رحت مثلا عملت بيجربه اقسم بالله هيطير وقتي. تمام، او حتى كمان جيت تضيف اي حد برضه هيطير، حتى لو جيت تبعت رساله ممكن يطير في اي لحظه. الارقام الوهميه اصلا ملهاش اي 30 لازمه. تمام، وبس يا صديقي حبيت بس اوصل لك رساله بس اللي انت اصلا ما تصدقش اي حد او مثلا تشتري اي حاجه اصلا ملهاش اي لازمه. تمام، ويلا بينا كده نخش على الموقع كده على طول عشان مش حابب بس اطول عليك. ده بس كده رجعت لك الموقع بتاعنا اللي انا سيبه لك طبعا في قناه في اللي هو تحت اسفل الفيديو وكده. تمام، طبعا زي ما انت شايف تعرف تعمل هنا رقم اللي هو هولندا ورقم فنلندا والكلام ده وامريكا. تمام، زي ما انت شايف طبعا الارقام عندك الموقع ده بيحدث نفسه كل 24 ساعه. انت شايف ان عندك الرقم ده لسه نازل منذ يعني 60 دقيقه، وعندك هنا ساعه وعندك هنا 5 ساعات وهكذا. تمام، خش كده على اي نمبر كده، مثلا عندك هنا مثلا دوله هولندا تخش كده عادي. تمام، دوس عليه كده ضغطه صغيره. زي ما انت شايف يا صديقي طبعا معلش كده النت بيقطع عندي. تمام، زي ما انت شايف طبعا يطلع لك هنا النمبر اللي انت هتاخده عندك. تمام، زي ما انت شايف كده النمبر اهو ظهر لك بالشكل اللي انت شايفه ده، هتدوس عليه ضغطه مطوله يا صديقي. تمام، تاخده عندك على كلمه نسخ. تمام، تنزل كده تحت كده يا صديقي، طبعا انت هتلاقي عندك في ناس بتطلب كود عادي بدون اي مشاكل. وطبعا خد عندك كمان اللي تنفع تفعل رقم تليجرام عادي منه. تمام، زي ما انت شايف طبعا انت كده خدت ايه النمبر ده نسخ. تمام، هتروح على فين؟ تروح كده نطلع خالص كده، تروح عندك على اي نسخه عندك تكون فاضيه اللي هي مثلا كده افضل لك اللي هي تكون واتساب العادي او واتساب الاعمال. ليه؟ لان اعظم الارقام صعب ان انت تلاقي الرقم اصلا اللي هو يشتغل معاك معدل. تمام، طبعا زي ما بقول لك كده اهو. تمام، انت تفعل النمبر ده او اي نمبر عامه على نسخه عاديه عشان ما تجيلكش الرساله اللي هي اصلا مزعجه اصلا اللي هي لابد من استخدام واتساب رسمي. تمام، طبعا عندي النسخه دي فاضيه. تمام يا صديقي، خش كده عادي. قبل ما تخش اقول لك على حاجه برضو، الموقع ده بيشتغل عادي على رأس الساعة. تمام، تاني حاجة يا صديقي بس محتاج صبر. تمام، انا مش بقول لك طلع لك بطريقة بتشتغل 100%، استحالة مفيش حاجة اسمها 100%، الطريقة شغالة بنسبة 50%. تمام، وبس كده. تاني حاجة يا صديقي لو انت بتعرف تفك تخمين هو اصلا يعني بسيط جدا، انت مش محتاج شرح اصلا. تمام، هتحط الكود وتحط الموضوع وتحط الرقم يا صديقي ومبروك عليك فك التخمين. تخش تطلب الرقم في اي وقت، مش من تحت شرط اللي هو على راس الساعة، وهيطلب معاك كود يا صديقي وتلاقي ايه الكود وصل لك وتفعل الرقم ومبروك عليك النمبر. تمام، وبس يا صديقي زي ما انا قلت لك كده الموضوع اصلا مش صعب قوي كده. تمام، وبس يا صديقي طبعا انت كده عندك نسخه كده
طب بس كده تخش كده على النسخه اللي عندك اللي الواتساب العادي، تمام. دوس عندك كده على المفاجاه والمتابعه يا صديقي كده، تمام. وتاخد النمبر اللي انت نسخته من الموقع، تمام، اللي هو رمز الدوله اللي هو هولندا، تمام، اللي هو 31 رمز الدوله. وزي ما انت شايف وتلغي كده عندك اللي هو الرقمين بتاع الدوله، تمام. زي ما انت شايف طبعا يا صديقي مش هينفع تطلب كود دلوقتي. ليه؟ لان زي ما انا قلت لك كده لازم يا اما على راس الساعه تكون مثلا الساعه 7 بالظبط تعرف تطلب كود، يا اما تفك التخمين عنه وتطلب كود. ليك اللي النمبر ده شغال والكود وصل. طب هيوصل لك فين؟ تعالى كده يا صديقي اعرفك اللي الكود بيوصل فين، تمام. اول حاجه يا صديقي انت بعت لي كده والكود وصل المفروض وكل حاجه تمام. ترجع كده على الموقع بتاعك يا صديقي اللي انا هسيبه لك طبعا من اسفل الفيديو، تمام. وزي ما انت شايف كده يا صديقي ترجع تنزل كده تحت خالص كده اهو، تيجي عندك على كلمه ابديت اس ام اس، تمام. لو دوست كده على كلمه ابديت كده يا صديقي اول ما الكود وصل طبعا هيظهر لك اول رساله من فوق هنا زي ما وصلت الرساله ديت اللي هي منذ 30 دقيقه زي ما انت شايف هنا طبعا، تمام. في واحد هنا مفعل فيسبوك اهو زي ما انت شايف، يعني هقول لك اقسم بالله الموقع ده شغال تمام، مضمون كمان، تمام. زي ما انت وقت وبس كده يا صديقي. وطبعا هسيب لك لينك الموقع ده في اسفل الفيديو، واسيب لك طبعا كمان لينك فك تخمين على اي نمبر. وبس كده يا صديقي، واشوفكم في فيديو جديد وسلام.